كل الناس دلوقتي بتحاول ان هي تبتدي قناه يوتيوب ناجحه زي قناتي طبعا. لا واثقه من نفسها. وعشان تخلي قناتك تنجح لازم تركز على نقطتين مهمين جدا في فيديوهاتك. اول نقطه وهي طريقه الالقاء بتاعتك، ودي من اهم الطرق اللي بتساعد ان القناه بتاعتك اولا تنتشر والناس يقعدوا في الفيديو بتاعك اطول فتره ممكنه. تاني نقطه وهي طريقه المونتاج بتاعتك، او بالاصح المونتاج بتاعك والافكتات اللي انت بتستخدمها، ودي برضو مهمه جدا وهي اللي بتجذب المشاهد اصلا ان هو يكمل الفيديو بعد طريقه الالقاء طبعا. عشان كده جبت لكم النهارده طريقه مونتاج يوتيوبر اعتقد ان انتوا كلكم عارفينه، وهو باريتيوب. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ده اول فيديو في سلسله ازاي تمنتج زي، واول يوتيوبر معانا هيكون باريتيوب. ولو انت مش عارف باريتيوب فهو يوتيوبر فاتح قناه من 2015 في 31 يوليو، وخلاص ما عادش حاجه على 10 مليون عشان يوصل لها. ومحتواه منوع بين انه بيحكي قصص حصلت له وكمان قصص حصلت لناس تانيين او قصص في مواضيع تانية عامه، وكمان محتواه اغلبه رياكت او ردة فعل على فيديوهات الناس منزلاها قبل كده، وحاجات تانية كتير جدا هتلاقيها لما انت تدخل على القناه. قبل ما اقول اي حاجه عايزه اقول من اكتر الاسباب اللي خلت باريتيوب ينجح وهي طريقه القائه. يعني مثلا لو انت عملت كل حاجه انا هقولها لك النهارده في افكتات المونتاج بتاعته او ترانزيشن او اي حاجه بيستخدمها في المونتاج، اكيد مش هتنجح من بعد الفيديو التاني او الاول حتى لما انت تيجي تعمل فيديو بنفس طريقه مونتاجه. لا، هو من عوامل النجاح بتاعه الفيديو زائد المونتاج السيو وطريقه الالقاء والصوره المصغره اللي تخليك اصلا تضغط على الفيديو عشان تتفرج عليه، فدي من اهم الاسباب اللي بتخلي الفيديو ينجح. زائد المونتاج، يعني المونتاج لو انت عملته زيه بالظبط مش هتنجح نفس نجاحه، لان النجاح بيختلف من واحد لتاني. يعني انا ممكن عشان اوصل ل1000 اخد مثلا 2-3 واحد تاني يوصل في شهر شهرين. فالمدة بتاعة النجاح كل شخص مش محددة، يعني كل واحد مختلف عن التاني. المهم ندخل في الجد، بس قبل ما ندخل في الجد ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. اول افكت معانا وهو ترانزيشن مش افكت، وبيستخدموا باريتيوب كتير جدا جدا في فيديوهاته. وترانزيشن هو الترانزيشن اللي انت شايفه قدامك ده، بس الفرق برضه شاسع. الحلاق ذاك فاحنا هنعمل كل حاجه النهارده على كاب كات. فاول حاجه بعد ما فتحنا كاب كات وعملنا نيو بروجكت هنختار فيديوهين عايزين نعمل بينهم الانتقال، ده مثلا وده، ونعمل امبورت ده مثلا ده. ماشي، هنعمل الاثنين امبورت على التايم لاين، هما فيديوهين مختلفين. تمام. اول فيديو ده اللي احنا عايزين نعمل عليه الانتقال، فها اول فيديو هنجيبه هنروح لاخره. تمام، بس لازم تتاكد ان انت عامل له سيلكت. هتروح كده لاخره قبل اخره بشويه، وهتروح عند بلند، تمام، اللي هي دي، وهتعمل اد كي فريم من عند الاوباسيتي، وبعديها هتروح لاخر الفيديو. ممكن نحط الكي فريم دي ورا شويه، وبعدها تروح لاخر الفيديو وهتقلل الاوباسيتي تخليها 0. فهو بقى ده شكل الترانزيشن يعني اول خطوه. تمام، بس ممكن نخليها عشان تبقى ابطأ، فبقت كده. وعشان بقى نعمل ترانزيشن بينها وبين الفيديو، يعني هي بقت كده مش احسن حاجه طبعا، فعايزين نعملها زيه بالظبط. فهنحط الفيديو بتاعه هنا، فنعمل كده. هنحط الفيديو ده تحت ده، خليه ده فوق ده. تمام، وده الشكل النهائي معانا بتاع الترانزيشن. تاني انتقالة، ودي انا برضو بستخدمها في فيديوهاتي واغلب اليوتيوبرز حتى مش باريتيوب بس بيستخدمها. وعشان نقدر ان احنا نعملها اول حاجة هنروح عند ترانزيشن على كاب كات طبعا، لان دي مش موجودة كتير على كتير ابليكيشنز. وهناخد اللي هو لايت افكت، هناخد جلير هنحطه بين الفيديوهين وهيبقى ده الشكل. وعشان ان احنا نخليها اظرف شوية ممكن ان احنا نحط ساوند افكت يخليها اظرف للي بيشوفها يعني.
فانا كنت سايب لكم في الفيديو اللي فات اللي هو سر الطبخه 2 ملف كل الساوند افكتس يعني اللي انا بستخدمها عندي في فيديوهاتي. فاحنا هنجيب ساوند افكت اسمه شاتر كليك وهنحطه بين الفيديوهين، ولازم نركز ان احنا نخلي يكون في تزامن بين الترانزيشن والساوند افكت، وهو ده الشكل النهائي. تالت ترانزيشن واخر ترانزيشن معانا في الفيديو ده، وعشان تقدر تعملها، والترانزيشن دي اصلا انا بستخدمها وفي يوتيوبرز تانيين كتار جدا 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 بيستخدموها. المهم عشان تقدر انك تستخدمها، اول حاجه انا هسيب لك تحت الترانزيشن اللي انا بستعمل فيديو ترانزيشن اللي انا بستعملها. المهم ان انت هتجيب الفيديو، طبعا هو الفيديو حرفيا مدته 40 يعني مدته يعني كتير. تمام، احنا عايزين نستخدم بس ترانزيشن. تمام، فانت هتاخد كده اي كليب او اي جزء عاجبك من الكليب، وبعديها هتروح عند بلند مود وهتخليها سكرين، وهيطلع ده معاك شكل الترانزيشن. خلصنا الترانزيشن، دلوقتي هندخل على حاجتين مهمين هو بيستخدمهم، وهما الاوفرلايز والجيم بلاي اللي بتشتغل في الخلفيه. واول حاجه هنشرحها وهي الاوفرلايز. وعشان تعمل اوفرلاي هتجيب فيديو انت عايزه، وبعديها هتجيب اوفرلاي انت عايز تحطها. وانا كنت سايب لك برضو في الفيديو اللي فات ملحقات فيها الاوفرلايز دي. فمثلا انا عايز الاولد فيلم دي فهحطها. طبعا دلوقتي هو الفيديو احنا مش عايزين الشاشة تبقى بيضة وعليها الاوفرلاي، ما تبقاش سودة بالشكل ده. هنعمل ايه؟ اعتقد ان انت خمنت يعني. هنروح برضو للبلند مود وهنخليه سكرين، وهتبقى دي النتيجة معاك. وعشان تعمل او تشغل جيم بلاي زي الفيديو ده دلوقتي اللي ظاهر قدامك، فانت هتدخل على يوتيوب وهتكتب اسم اللعبة اللي انت عايزها جيم بلاي. يعني مثلا انا عايز لعبة سبايدر مان، فهتاخد لعبة سبايدر مان وهتكتب اللعبة دي، ولازم تتأكد ان هي نو كوبي رايت عشان ما تاخدش كوبي رايت على الفيديوهات بتاعتك. ولو انت مش عارف، فانت لو انت عندك قناة فانت اخرك 3 كوبي رايتس. الاول بيكون تحذير، التاني تحذير، التالت القناة بتتقفل ومش هينفع تقريبا على حسب معلوماتي يعني الصغيرة ان انت مش هينفع، ممكن ما ينفعش تاخدها تاني. فهتعمل ليه يعني نتجنب المشاكل، فهتكتب اللعبة اللي انت عايزها سبايدر مان جيم بلاي نو كوبيرايت، وبعديها اول نتيجة او النتائج او اي فيديو هو عاجبك هتروح عند جوجل، وبعد يوتيوب هتكتب اس او دبل اس، وبعديها هتدوس انتر. بعد ما تدوس انتر هيظهر لك البيج دي. وعشان ان انت تنزل الفيديو عندك هتدوس على داونلود، وبعديها هتختار الكواليتي بتبقى 720. والكواليتي دي صدقني مش 720 فعلا، انت لما تنزلها هتبقى الجودة بتاعتك كويسة وكل حاجة تمام. حاجة تانية باريتيوب بيستخدمها هي الميمز، والميمز بيستخدمها كتير جدا 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 في فيديوهاته. وعشان تقدر ان انت تجيب ميمز صور تحطها في الفيديو بتاعك، فانا سايب لك تحت لينك موقع عليه كل الميمز اللي يوتيوب تقريبا بيستخدمها. فانت ممكن تكتب اللي انت عايزه على الميم، تعمل اي تعديل انت عايزه على الميم، وبعديها تنزله وبيبقى صورة عامة. ولو انت عايز فيديو فانا عندي فيديو برضو هسيبه لك تحت، انا محمله عندي جايبه من على يوتيوب. هو ده الفيديو. في بقى يعني في يعني اغلب الميمز اللي احنا عارفينها، فهتساعدك جدا يعني في المونتاج، وهتخلي فيديوهاتك دمها خفيف. والإفكت اللي بعده هو عرض الشاشة بالطريقة دي. وعشان تقدر ان انت تعمله، فاول حاجة ان انت لو عندك لابتوب هتعمل سكرين ريكورد، وانت بتعمل سكرول على اليوتيوب في الشانل اللي انت عايزها. بعد كده تاخدها على كاب كات وهتزود الروتيشن شويه بحيث ان هي بدل ما هي كده تبقى مايله، وبعديها هتحطها عادي جدا.
في افكت تاني باري تيوب بيستعمله، وهو الافكت اللي بيخلي فيديوهين فوق بعض يظهروا. طب ازاي نعمل الافكت ده؟ اول حاجه هتجيب الفيديوهين اللي انت كنت عايزهم، تمام، وهتاخدهم هنا وهتحطهم فوق بعض عشان الفيديو، يعني الفيديو ده اللي ظاهر لانه اللي فوق، لو انا حطيت ده فوق فاللي تحت مش هيبقى ظاهر، فانا عايز الاتنين يبقوا ظاهرين. فالفيديو اللي فوق هروح عند بلند وهقلل الاوبستي. هي كلها معتمدة على يعني على حاجات جاهزة مش بتتعب فيها كتير في المونتاج، يعني المهم بجد في اللي خلى باري تيوب ينجح وهي طريقة القائه. وبعد كده خلاص يعني انت عملت الافكت وكل حاجة تمام، وهو ده شكل الافكت النهائي. بعد كده في افكت تاني باري تيوب بيستخدمه، وهو ان هو بيخلي الشاشة او الفيديو اللي انت شايفه قدامك لونه ابيض واسود. طب ازاي تعملها؟ اول حاجة هتجيب الفيديو اللي انت عايزه وهتحطه، بعد كده هتروح عند adjustment بتاعة الفيديو، وهتروح عند color وهتخلي saturation 0 وسالب 50، وبكده انت خليت الفيديو ابيض واسود. طب لو انت مش عايزه ابيض واسود، لكن ابيض واسود بالتدرج، يعني في الاول يبقى الساتوريشن بتاعه عادي وفي اخر الفيديو يبقى ابيض واسود، عشان تعمل الافكت ده هتروح عند الكي فريم عند ساتوريشن، ولازم تركز جدا وانت بتعملها عشان ما تعملش في حاجه تانية. هتدوس على اد فريم اد كي فريم وهتروح عند اخر الفيديو، تمام، وهتقلل الساتوريشن، وهو ده شكل الافكت النهائي. اخر افكت معانا في الفيديو ده وهو الافكت اللي هو بيخلي ان الفيديو يظهر مع الكاميرا شاتر ساوند افكت. فاول حاجة عشان ان انت تعملها زيه، اول حاجة هتجيب الفيديوهات او الصور، يعني هتفضل ان هي تبقى صور. انا هعملها مثلا الصور المصغرة بتاعتي، هناخد كام واحدة مثلا، دي ودول، هناخد ال4 دول، تمام، هنحطهم. انا بقى عملت شوية تعديلات عندي، وهي حطيت بس الخلفية وصغرت الفيديوهات شوية، وبس هنصغر كل فيديو بقى ايه، كل صورة مصغرة شوية. بعد ما صغرتهم عشان تعمل الافكت بتاعه شبهه، هتخلي الفيديو كل الفيديوهات يبقى فوق بعضهم زي السلم كده، تمام، فهيبقوا بالشكل ده. حلو. عشان بقى ان انت تخلي الفيديوهات تظهر بالشكل اللي هو بيعمله، بس هنسيب مساحة في الاول عشان نعمل الشطر. برضو انا قلت ان انا هسيب لك يعني هتستخدم نفس الشطر ساوند افكت اللي احنا استخدمناه في الاول الفيديو. ومع كل ظهور لصورة او فيديو ايا كان عندك هتعمل هتحط شاتر كليك ساوند افكت، وهو ده شكل الافكت النهائي. وهي دي كل الافكتات اللي باري تيوب بيستخدمها، واعتقد ان انا لخصتها لك في فيديو قليل. لو انت عايز اي يوتيوبر تاني نعمل عن مونتاجه فيديو قولي تحت في التعليقات. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.